نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية حفل ختام فعاليات برنامج الفنون التراثية الذي أقامته إدارة الطلائع بالمديرية تحت شعار أنا إنسان أنا منتج، على مدار شهر ونصف بمختلف مراكز الشباب تحت رعاية اللواء أحمد صقر محافظ الغربية. وتم خلال الحفل تقديم فقرات غنائية وإقامة معرض لأعمال الطلائع من الفنون التشكيلية المختلفة. واحنا النهارده في الغربيه في ختام هذا المشروع اللي كان على مدار شهر ونص موجود عندنا في معظم مراكز الشباب اللي موجوده في الغربيه. وزي ما انت شايف الانشطه والمعرض والشغل اليدوي كله للطلائع الموجودين عندنا حاجه مبهره وحاجه فعلا تفرح. وان شاء الله باذن الله احنا من خلال هذا المعرض وهذا المشروع اللي انا بعتبره من افضل المشاريع اللي اقيمت للطلائع، ان شاء الله في صدد ان احنا نعمل معرض دائم، وهنبتدي بتجربه في خلال المولد السيد البدوي ان شاء الله، بحيث ان احنا فعلا يبقى في انتاج ونحاول ان شاء الله هذه اللوحات بتعمل لها سوق وتتباع ويكون دخلها للاولاد اللي هم موجودين. وزاره الاثار بتتعاون مع وزاره الشباب والرياضه في ان احنا بنوعي الشباب بالاماكن الاثريه اللي موجوده في محافظه الغربيه. واحنا ابتدينا من بقالنا فتره، عملنا عدد كبير من الندوات في مراكز مختلفه من مراكز شباب مختلفه، بندي فيها ندوات بنعرفهم بالاثار اللي موجوده عندنا، وده من ضمن النشاط الثقافي لوزاره الشباب. احنا عندنا اماكن كويسه قوي في محافظه الغربيه ما حدش يعرف عنها حاجه اثريه، من طبعا اشهرها مسجد السيد البدوي والسبيل الاحمدي، قصر الاميره فريال، في سبيل علي بيه الكبير، في مسجد المنشاوي. طبعا المحافظه مليانه اثار تانية في مناطق تانية كتير.